احلى سمك فيليه هتاكليه بالطريقه دي. وفي طريقه تانية ناس بدل الربه دي بتعمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس في الدنيا. احنا النهارده يومنا سمك فيليه. سمك فيليه ده بقى ايه؟ ما فيهوش شوك، جميل. بالنسبه للاطفال بيحبوه، اللي هم هياكلوا سمك على طول. السمك الفيليه ده وممكن تاخديه معاكي في اي اماكن، اللي هو اللي انت تعمليه تتبليه وتاخديه يا دوبك اللي انت ايه بتقليه. هقول لك الطريقه بتاعت السمك الفيليه، وادي الخلطه الرهيبه بتاعتنا الجميله اهي. ايه يا ماما ايام دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ثوم، جزر، توابل سمك، كمون، فلفل اخضر، كل الحاجات دي ضايفينها على بعض وحطيناها هنا. الخلطه دي انا لما مثلا عندي كميه كبيره ممكن بعملها في علبه وبخليها في الفريزر، وقت ما بعوزها بطلعها. يعني مثلا عملت منها حاجه وفاض اطلعها، بتنفعني في اي وقت تاني. ادي اهي معانا الخلطه الجميله. وطبعا ايه، شوفوا كنا غاسلينه ونقعينه في الليمون. ما تحطيش ملح كتير، يعني تغسليه مره بملح وتقومي بقى نقعاه بالليمون. ليه بقى؟ علشان الملح هيهريه. ده لحمته يعني ايه. بص انت تمسكي بقى ايه، ممكن تمسكيها تعمليها كده، وممكن اللي انت بقى ايه تعمليها كده، تبقى ايه دي بقى ايه الجمال بتاعها، اللي هي ايه هتشرب بقى ايه اهي. هرجعها تاني مع الليمون اللي احنا حاطينه اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. واوريكي بقى ايه احلى بقى ايه ده التتبيله اللي هو ايه هيقعد فيها. تقعدي بقى تخليه بقى كده ساعتين ولا حاجه في التتبيله دي. او انت قايمه من النوم عارفه اللي انت عندك سمك فيليه هتعمليه، تقومي بقى متبلاه كده وتقومي ايه عاملاه. ده بقى يشرب من التتبيله، هي الرك على التتبيله دي. هو ده بقى اللي بيفرق السمك اللي هم بيبقوا يعملوه اصحاب المحلات، التتبيله بتاعته، وبيعملوا بقى كميات وبيسيبوها فيها. لما بيجوا يقلوا بقى ايه يبقى سلام، بسم الله ما شاء الله، الريحه بتاعته جميله جدا. ادي هي الكميه بتاعتنا كلها هنخلصها. وهقوم بقى جايه اعرفكم بقى طريقه القلي، ايه اللي بنعمله وايه بقى اللي بيخليه يضاعف وحده الفيليه دي، بيخليها اللي هي الحجم بتاعها يتضاعف. اوعى تنسوا اللايك والاشتراك يا اجمل ناس. وشكرا شكرا شكرا الف شكر للناس اللي بتكتب لنا اي كلمه حلوه، الف مليون شكر. ويا ريت اللي ما اشتركش معانا يشترك ويدوس على كلمه الكل، هيجيله كل جديد في القناه دي. اي حاجه انتوا عايزينها انا تحت امركم. شوفوا ايه اللي انتوا عايزينه وانا اقدمه لكم واوريه لكم. واحنا قلنا خيركم من تعلم العلم وعلمه. لازم كلنا بنتعلم من بعضنا، مفيش حد كبير عن التعليم. هنتبل بقى الكميه بتاعتنا واوريكم احلى سمك فيليه. وممكن تعملي جنبه رز صياديه، اللي هو رز البصل دوت، وتضيفي مثلا عليه قوطه كده مضروبه في الخلاط. وممكن ايه اللي هو بالكمون وبالبصل، وتعملي بقى ايه سلطه خضراء. احلى اكل هتاكليه من ايد ماما هيام. ومع السلامه يا اجمل ناس في الدنيا. دلوقتي هوري لكم تاني. احنا بقى ايه، معلش اللي انا عملت الخلطه دي من غير ما انا اقول لكم عليها، بس انا اقول لكم ايه برده دلوقتي ايه هي. لا مؤاخذه، دي عباره عن دقيق واللي هي الثوم والفلفل، قلت لكم الدقه اللي بتبقى موجوده عندي، والجزر حطيت منها حبه، وتوابل بتاعت سمك، وحبه كمون وحبه دقيق، وربيتهم ايه في بعض. ادي الربه اهي اللي هنعملها اهي. والسمك بتاعها ايه ما يبقاش خفيفه يعني اهي. هنعملها ونحط بقى. بصوا يا حبايبي بسم الله. ما تشيليش بقى ايه الخلطه من عليه، سيبي الخلطه عليه. الخلطه اللي عليه دي بتديله جمال، مش نفضيها من عليه اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. احلى سمك فيليه هتاكليه بالطريقه دي. وفي طريقه تانية ناس بدل الربه دي بتعمل ميه بتلج وتحطوا فيها، وتقوم حاطاه في الدقيق، وترجع تاني تحطه في ايه في الميه والتلج تاني، وتعيدوا مرتين. تعملوا كفر بالطريقه دي. ادي معانا احلى سمك فيليه هتشوفيه من ايد ماما هيام. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، طالع معانا عامل ازاي. بصوا
الظهر بتاعه حطيته في مصفى اهو. بصوا من ورا وقدام شكل بعض اهو. نصفيه كده من الزيت، نحطه في مصفى بقى عشان تصفي. ممكن تطلعيه على مناديل اللي هي مناديل المطبخ. اهو. وعملنا رز جنبه اهوت، وعملنا جنبه سلطه خضراء وسلطه طحينه ومخلل. احلى اكل. ايه يا حبيب قلبي، بصوا بسم الله ما شاء الله. ادي السمك الفيليه بتاعنا الجميل. بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، طري وليه الكفر بتاعه مقرمش ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والطريقه دي جميله لما انت تعملي بيها. وادي الرز بتاعنا الصياديه الجميل اللي هو الرز ببصل بسم الله ما شاء الله. وادي السلطه الخضراء، وادي الطحينه. وبرده اللي بيحب مخلل بياكله بمخلل، عايز تاكليه بعيش تاكليه، عايز تاكليه برز تاكليه. واجدع ناس واحلى ناس ينسونا في اللايك والاشتراك، واللي اول مره يخش يا ريت يشرفنا ويشترك معانا في القناه ويكبر عيلتنا، ودوسوا على كلمه الكل هيجيلكوا كل جديد في القناه دي بامر الله. ومع السلامه يا احلى ناس في الدنيا.